سنة أو 14 سنة من الإنجازات ينتقل كريم بنزيما ويرحل من نادي ريال مدريد. أعلنت صفحة ريال مدريد الرسمية، وده خبر رسمي من صفحة ريال مدريد الرسمية، رحيل اللاعب كريم بنزيما بعد فترة طالت 14 سنة من الإنجازات والبطولات مع النادي. قرر كريم بنزيما إن هو هيمشي من نادي ريال مدريد هذا الصيف، وإن دي هتكون آخر سنة الحكومة كريم بنزيما في ريال مدريد. وجهت إدارة ريال مدريد الشكر للاعب ريال مدريد على صفحتها الشخصية، وقالت إن اللاعب منذ 14 عام منذ انتقاله من ليون إلى ريال مدريد، فهو يعد من أساطير ريال مدريد ومن هو أفضل الرجال في ريال مدريد، وإن هو من أكتر من صنعوا إنجاز في ريال مدريد. وجهت ريال مدريد كل الشكر للاعب كريم بنزيما، لكن اللاعب حتى الآن لم يفصح ولم يقول إلى أين سوجهته المقبلة. اللاعب ما صرحش أي تصريح، ما قالش هو الواجهة المقبلة ليه هتكون فين، هل هتكون في الدوري السعودي، في الدوري الإنجليزي، هينتقل لأنهي دوري، الدوري الفرنسي. لحد النهاردة اللاعب ما حدش يعرف هو رايح فين. كل اللي أعلن رسميا حتى الآن مغادرة كريم بنزيما للنادي ريال مدريد هذا الصيف، وإن ريال مدريد عليه أن يبحث عن مهاجم بديل لكريم بنزيما، لأن النادي أصبح حرفيا بلا مهاجم مفترس مثل كريم بنزيما. هل هيكون هاري كين، هيكون هالاند، هيكون فيرمينيو؟ ده اللي هنعرفه الايام الجايه، واكيد هنعمل حلقه بكده لحد ما تيجي اخبار مؤكده. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، ولو انت مهتم بالمحتوى الرياضي والاخبار الرياضيه ففعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وفي حلقه جديده. سلام.